يا صباح الفل، والله كل سنة وانتم طيبين الأول، وسنة سعيدة عليكم ويعود عليكم بخير وعلى الشعب المصري والإسلامي والعربي، وكل سنة وانتم طيبين. والله الفيديو اللي انتشر ده بتاع العنق ده بتاع الأقصر ده، انت فاهم؟ وعمرو دياب، انت يا ابني رايح تتصور مع مين؟ انت رايح تتصور مع مين؟ يعني انت رايح تتصور مع حد من الصحابة مثلا؟ عمرو دياب ولابس حلق ومعاه بنت كل يوم مع واحد شكل، تقول لك ده البوي فريند بتاعه، وماشيه من غير هدوم، واما تسكر وتحشش وتشم وتاخد ماكس، وهو بني ادم يعني، ربنا يرحمنا. فانت يا ابني اما تتصور مع مين؟ انت مش مكسوف وطالع تقول انا مش هتنازل وانا مش هعمل ايه؟ انت ما كنتش نزلت من على المسرح يا تافه غير لما كنت خدت روحه في ايدك وانت نازل. انت فاهمني؟ لكن طلعت تقول لي اخلاقي وتربيتي والكلام ده كله، ده ما يجديش مصلحه. انت فاهم؟ ده يا ابويا ما يجديش مصلحه. ان ما جاتش من اول مره ما فيهاش. واحنا سايبين غزه واطفال غزه ورفح الا لما تتمسح من على وش الكره الارضيه، وماسكين في عمرو دياب والعنق اللي اتضرب بالقلم. انت لولا عنق اللي هو ضربك بالقلم، انت دلوقتي ما خدتش روحه ليه في ايدك وانت نازل من على المسرح؟ صوره كلفت القلم على وشك. انت لو راجل لما تقول انا من الصعيد ومن الاقصر كنت خدت روحه وانت واقف، يا كنت مت برضه وانت واقف. انت فاهمني؟ واحد زي ده، انت فاهمني، مش قادر يلم اهل بيته يضربك انت بالقلم؟ طب انت اساله بنتك عايشه فين كده، هتقول لك مع ابوي فريند بتاعه، هم يبقى ممكن يسكر وبنته مع واحد جوه. ده عمرو دياب ولا لابس حلق في ودنه؟ مين عمرو دياب؟ وانتوا قلبين الدنيا علشان واحد زي ده؟ ما هو تافه لولا ضربه بالقلم. سايبين غزة وسايبين القدس وسايبين مصر الأنبياء وماسكين لي في واد تافه أتفه منه واحد ضربه بقلم. طب ما خدش روح ليه وهو نازل؟ أطفال غزة بتموت يا شعب تافه، واحنا مستنظرين نشوف القضاء هيعمل ايه في عمرو دياب. اذا كان هو عمرو دياب رفع قضية على الواد، يعني هو عمرو دياب نفسه رفع قضية عن الواد، وهو الواد ما يذكرش أصلا بالنسبة لعمرو دياب، وشعب مصر اللي عمرو أحمد دياب. فاحنا سايبين غزة وماسكين في عمرو دياب وضرب الواد بالقلم، واطفال غزه اما تموت لا فيه ميه ولا فيه كهرباء ولا فيه علاج ولا فيه حتى انبوبه مطهر علشان الجروح، ولا فيش ابره وفتله اصلا عشان يخيطوا لحد، والمستشفيات اما تتضرب ومفيش عيش ومفيش اكل ومفيش خبز ومفيش اي حاجه. سيبنا غزه وسيبنا القدس وسيبنا مصر الانبياء، ماشي؟ واحنا لما نتكلم على الواقعه بتاعت عمرو دياب والشاب، هو شاب عنقه اصلا. هو لو راجل ما كانش نزل على المسرح يا خد روح عمرو دياب في ايده يا مات هو. دي بعد كده ما فيهاش تاني حكاوي. الاخر نقول الصعيد، يا عم الصعيد اشرف من الواد نفسه من عمرو دياب. محدش كل شويه يقول الصعيد دي، ما حدش يتكلم عنه اصلا. فاهمني؟ هو لو يمثل الصعيد صح كان خد روحه وهو واقف، لكن هو طلع يقول لك اصل لا اخلاقي ولا تربيتي امد ايدي لما هو جاي الادب ضربك بالقلم. ارجو من الشعب المصري يفكوا من العنق ده ويروح يشوف فلسطين، لا لاقي اكل ولا لاقي شرب ولا لاقي حد ينصرها ولا لاقي حتى شويه علاج. شوفوا شعب فلسطيني لما يتبات، واحنا مسكين في قضيه عمرو دياب والعنق اللي اتضرب بالقلم. شوفوا الاطفال في غزه، واطفال غزه اما تموت، دول اللي احنا نقلب الدنيا عشانهم، مش نقلب الدنيا علشان عمرو دياب ضرب العنق ده بالقلم. أهل الصعيد المحترمين الأشراف يتكلموا على أطفال غزة. كل الرجل المحترم والناس المحترمة اللي طلعت بفيديوهات ما تدعمش شاب زي ده تافه، تدعم أطفال غزة، تدعم العروبة، تدعم أطفال غزة اللي بتموت يوميا لما تتباد وتتضرب بأسلحة محرمة دوليا، ماشي؟